السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزاكي بقى تنسي كل اللي فات وتركزي معايا في اللي جاي، علشان هنعمل شوية ممبار زي العسل، ريحتهم وطعمهم يجننوا بجد. حاجة كده تشرفك لو عملتيه في اي عزومة. وهقولك ازاي تحشيه بسرعة الصاروخ في دقايق وهتكوني مخلصاه. بس في الاول ما تنسيش تشجعيني يا ست الكل، وتحطي لايك حلو للفيديو. وتعالي نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبتدي على طول في وصفتنا. لحشوة الممبار هحتاج 6 كوبايات رز مغسول ومتصفي، حزمة من البقدونس والشبت والكزبرة مفرومين ناعم، كوباية الا ربع زيت، 3 بصلات مفرومين ناعم، 4 كوبايات عصير طماطم، معلقتين كبار صلصة طماطم، معلقة كبيرة هريسة فلفل حلو، معلقة صغيرة مليانة من الفلفل الأسمر، الكمون، الكزبرة الناشفة، ال7 بهارات بابريكا، ورشة بسيطة شطة، ومعلقة كبيرة ملح. هسيب لكم المقادير ان شاء الله مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو. انا بحب اعمل خلطة الممبار ني في ني، يعني مش بسبك الصلصة. في طبق كبير بدعك الاول البصل مع كل البهارات بايدي. الحركة دي بتدي طعم حلو قوي للممبار. هدعك البصل كويس جدا لحد لما تطلع كل العصارة اللي موجودة في البصل. هضيف عصير الطماطم والصلصة وهريسة الفلفل الحلو والخضرة والرز، وهقلب كله في قلب بعضه كويس جدا. وهضيف الزيت علشان يخلي الرز مفلفل ويديله لمعة حلوة. وباخد جزء من الحشوة في طبق، ده اللي انا هحشي بيه، على اساس لو اتبقى حاجة من الحشوة بحطه في علبة في التلاجة، بحشي بيه تاني يوم شوية ورق عنب، فالخلطة تبقى نضيفة. وكل ما الكمية اللي في الطبق دي بتخلص بحط فيه تاني. معايا هنا الممبار مغسول ومتنضف كويس جدا. هسيب لكم فيديو تنظيف الممبار في شاشة النهاية ان شاء الله. هقولك بقى ازاي بحشي الممبار بكل سهولة في دقايق. هتحشي الممبار من غير اي تعب. بحشي الممبار بطريقة السحب. بمسك الممبار بصبعين وبزق الرز بالصبعين التانيين بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وبطط الرز في الممبار كويس، وما تمليش الممبار على الاخر علشان ما يفرقعش اثناء السلق، وسيب الاطراف فاضيين. هحشي واحدة تانية معاكم. بمسك الممبار بصبعين وبزق الرز بالصبعين التانيين، وبطط الرز في الممبار كويس بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. يا ريت اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يحط لايك للفيديو ويشترك في القناة فضلا وليس امرا، علشان القناة تكبر بيكم باذن الله. وده شكل الممبار بعد ما حشيت الكمية كلها اللي موجودة معايا. دلوقتي هسلق الممبار في حلة فيها مية بتغلي. هضيف فيها بصل وطماطم، ورق لورا وحبهان وفلفل اسمر، ومكعبين مرقة بيدوا طعم حلو قوي للممبار. اهم حاجة تكون المية بتغلي. اول ما بينزل الممبار في المية المغلية بيقفل على طول من الجنبين، وهسيبه على نار عالية. واول ما يغلي ههدي النار وهسيبه لمدة ساعة الا ربع، وبعدين هشوف واحدة واختبرها. واول ما يستوي لازم تطلعيه على طول من المية.
شايفين شكل الممبار مستوي وجميل جدا ما شاء الله. هحمر الممبار في زيت ساخن على نار متوسطة لحد لما ياخد لون ذهبي حلو، وتقلي الممبار على قد الكمية اللي انتي محتاجاها، والباقي هتحطيه في التلاجة. وقت ما تكوني محتاجة هتطلعي على طول وتقلي. وهقدمه في طبق فيه بقدونس مفروم. ما شاء الله تبارك الرحمن، التسوية مظبوطة ولا واحدة فرقعت في مية السلق، والرز مفلفل مش معجن، حاجة كده تحفة بجد، وطعمه وريحته في منتهى الجمال. جربوه بنفس الطريقة والكل هيتجنن عليه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.